السلام عليكم. أنا في منطقة من أجمل أماكن العالم إن ما كانتش أجملها كلها، وهي المعادي طبعا. وأنا دلوقتي على كورنيش المعادي في جزيرة المعادي. أنا أول مرة أزور جزيرة المعادي ومعرفش عنها حاجة فيعني زي ما هتشوفوها على الفيديو هكون بشوفها أنا برضو. احنا كده قدام مستشفى القوات المسلحة بالظبط بتاعت المعادي، المستشفى المعروفة. أنا على النيل، متعة، فرجة، روعة، في كل حاجة تريح العين تشرح القلب. فأنا كده داخل على جزيرة المعادي. أنا هتمشى فيها لأول مرة. أنا ما حاولتش إن أنا أعمل بروفا إن أنا أمشي وأرجع وبعدين أشوف الأماكن اللي هتكلم عليها، لأ. أنا حقيقي ما أعرفش فيها إيه بالظبط. أعرف فيها كافيتريات، في أماكن فوتو سيشنز، تصوير. أنا شايف فيها عجل، أطفال بيركبوا عجل هناك. في كافيتريات، الناس موجودة أهي. يا رب تطلع مكان حلو. انا ما شفتش فيديوهات قبل كده لها. انا شفت ناس متصوره، شفت ناس كاتبه في حاجه زي مراكب صغيره دائريه كده، ما اعرفش بتتاجر ولا بتعمل ايه. كنت سمعت ان فيها رحلات نيليه او نهريه، ما اعرفش ده حقيقي ولا لا. انا ما اعرفش حد راح جزيره المعادي. فانا شايف في ابراج حمام هناك زي بتاع زمان، ابراج المنوفيه اللي كان بيبقى فيها طير وكده، الاستراحه دي. إيه، في عدد من الناس يعني. انا بصور النهارده ده يوم اتنين، يعني مش يوم. ما اعتقدش ان احنا وقت اجازات، لكن شكلها فيها ناس. انا مش عارف، مش عامل خطه هقعد فيها قد ايه، لكن انا مطرح ما رجليا توديني وممكن اعمل فيديو واحد او اكتر. فادي جزيره المعادي، ان شاء الله تطلع فسحه ظريفه وتكون حاجه تستاهل يعني الريفيو او الاراء الناس فيها حلوه، انها حلوه. فيها عربيه زي هنا اهي برضو، معرفش دي بالايجار ولا دي مكتوب عليه معادي ايلاند. هل دي الناس بيأجروها ولا دي خدمه تدخل الناس جوه؟ ده البرج ده في مطعم اسمه المطعم الريفي. خلينا نشوف هنعمل فيديو واحد ولا اكثر. في كافيتيريا تانية هنا. السلام عليكم. العربيات دي ليكوا ولا للركاب ولا الناس ولا؟ الحالات المسنة اللي هي تعبانة مش قادرة تمشي. بتودوهم لجوه زي الاخ قال لي، الناس المسنه التعبانه يقدروا يركبوا يودوهم بيها. طب كويس والله، خدمه حلوه. الراجل ده ظريف، نفسي اركب اعمل دي عربيات سبق. نفسي اركب عربيات ممنوع السواقه بالقطعات الخضراء. في خضره شكلها ظريف هنا. حلو الواحد يلاقي اماكن خضراء في مصر. ده بيركب العربيه داخل العربيه بيزقه. هنا الاداره، مكتب الخدمات، مالها جرين بارك. معرفش هيبقى اشوف المالها دي ولا لا. اعتقد ناس ملاهي جرين بارك مكتوبه هناك اهي. معرفش ايه اللي في الملاهي بالظبط. انا حوالي الساعه 12 يا دوبك عدى 12 الظهر يعني. فحتى بقول ده كويس ان في ناس في وقت الظهر يعني. النهارده اتنين، انا مش عارف في اجازات في حته ولا يجي اجازات، مش عارف. ف انا مش شايف ارشادات، يعني ينفع لو حط ارشادات معرفش الواحد ممكن يروح فين. مكتوب مكتب الحفلات. نسأل الأخ اللي هنا. السلام عليكم. في مراكب ورحلات نهرية هنا ولا؟ قدام هنا كده؟ شكرا. أخ هنا قال لي إن في مراكب قدام الرحلات النهرية. أنا بعشق أي حاجة تكون في المية. نشوف أخبارها إيه. كويس، في جامع هنا، المسجد أهو اللي عايز يصلي. أدي العربيات أهي. النافورة دي معمولة على الطراز الإسلامي أو الأندلسي بمعنى أصح. إيطاليان ريستوران. الرحلات دي من عن طريق المطعم، الواحد لازم يدخلوا يستخدموه. دي أعتقد بتعمل فوتو سيشن للأفراح هنا، شكلها كده. مكتوب ممنوع السير على المسطحات الخضراء. ما الناس اللي هتيجي تحضر جوه دي هتمشي على المسطحات الخضراء يعني. أنا مش فاهمها بس ماشي. يعني هي بتعمل الأفراح أو التصوير والناس هتعدي على المسطحات الخضراء.
فمش مشكله يعني. يمكن نص ساعه مستحضر قضاء في غير وقت الافراح. ده المطعم الايطالي. نسيت اقول التذكره ب50 للدخول، بيشتغلوا كل يوم مش عارف من 10 الصبح ل 12 بالليل تقريبا. سالت السؤال ده فيعني اعتقد ان المعلومه كده مظبوطه، ما كنتش غلطان في المواعيد. بس هي التذكره ب50. هل الاطفال لهم سعر اقل؟ انا مش عارف. دي المراكب مش مفتوحه ولا مقفوله ولا. السلام عليكم. بتعملوا رحلات بالمراكب؟ في غير المركب دي ولا مراكب صغيره؟ نعم. في التونج اللي هنا عند اليافطه الصفراء. في الايه؟ تونج. تونج. ايه تونج؟ المدوره دي. جوه هناك في الحته عند اليافطه الصفراء دي. ماشي. تدخل هنا يعني؟ دي مش الاربعه دي، بتخش هنا دي. تخش هنا دي. تركبها من هناك. فين؟ انا مش شايف اليافطه الصفراء دي. معلش. الريف ايه؟ ايه؟ الكشك دي. اللي في المدخل دي. في المدخل. في شفت فيها حاجات هناك. ايوه هي دي. تخش بيك في النيل كده جوه ويجيبك هنا تاني. ماشي. عندك فكره قد ايه بكام ولا ما تعرفش؟ ما اعرفش كام والله. ودي اخبارها ايه؟ دي بتطلع كل قد دي بتحمل اقل حاجه 25 فرد. والفرد ب 20 جنيه هنا. ماشي. يعني ب 500. بتقعد قد ايه؟ كام ساعه بقى في الجوله؟ تاخد نص ساعه. نص ساعه بس. ماشي. والثانيه دي ما تعرفش قد ايه مدتها؟ خلاص نسال. ده كان بشيل 4 افراد. 4 افراد. ماشي. شكرا. ما تعرفش سعرها ولا مدتها؟ خلاص شكرا. ده احنا هنا عند مرسى جزيرة المعادي. ده المرسى زي ما سمعنا هنا، هو مكتوب معادي ايلاند. المركب دي بتسيبها 25 فرد. فرد ب 20 بتقعد حوالي نص ساعة ب 500 جنيه. اما التونج اللي هو بيقول عليها دي، انا شفت حاجات المدورة اللي هناك دي هي دي اتفتحت امتى؟ مكتوب التاريخ 2005 مارس 2005 تم افتتاحها ايام الرئيس محمد حسني مبارك، وافتتحها السيد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. صح. هل في حاجه تانية هنا غير كده؟ شوف في ايه تاني هنا. لحد ما نرجع تاني نشوف التونج اللي قال عليها دي بتاخد لحد 4 افراد. طبعا منظر النهر هنا حلو. انا عارف الناحيه التانية اللي هنا في منيل الشيحه. وانا جاي كان في ناس بتنزل عند المعديه، فنشوف برضو نظام المعديه دي ايه. خلينا نرجع كده تاني. ده المطعم الايطالي اهو، المطبخ بتاعه. خلينا نرجع تاني نشوف التونج اللي قال عليها دي نظامها ايه. في ناس برضو بيسألوا هنا دلوقتي على المركب، هل هيعمل رحلة ولا. خلينا كده نرجع تاني نشوف اذا كانوا بيأجروا هناك ولا لا. انا حقيقي كنت بفكر ان انا معرفش هل في اماكن تانية يمين شمال ولا هي المطاعم دي بس كده نرجع تاني مش هنخسر حاجة. نشوف ايه اللي موجود. يمكن يكون في حاجة انا مش لامعها. نرجع تاني عند المدخل. معادي ايلاند. هي مكتوبة من الناحية دي معادي ايلاند، من الناحية التانية كانت مكتوبة جزيرة المعادي. انا شايف في الملاهي الجرين بارك، في ملاهي هناك اهي. شايف في حاجه زي ديناصور صغير كده في الهواء، شكله انفع ساحليه اكتر. وفي ملاهي او مراجيح اللي بتلف الساقيه دي بس صغيره قوي يعني. وفي حاجه زي قلعه مش الاطفال بيطلعوا عليها بقى ولا يستخبوا فيها. في القلعه هناك اهي.
دي الملاهي كده موجودة هناك. اللي انا قلت عامل زي المفروض دي اماكن الوضوء، هي انا مش واخد بالي دي اماكن الوضوء، ده متهيألي ده اماكن الوضوء. دي حنفيات فعلا، انا كنت فاكر ان انا مفروض، لا مكتوب ده الوضوء اللي هو فعلا هنا. مصلى السيدات هنا، مصلى الرجال هنا. نرجع تاني نشوف الطرق المدورة دي اللي هو بيقول عليها. شوف كان ممكن واحد يفكر فيها او يشوف. انا ما شفتش حد واقف عندهم بس حتى دي عمارة عثمان لو انا مش غلطان. هنا جنب القوات المسلحة، القوات المسلحة هناك اهي. في عربية عربيات اللي بتاخد المسنين اهي برضه. خدمة ظريفة، خدمة مجانية يعني، مش اعتقد هي في الاغلب مجانية. انا كده شايف المطعم التاني ورا، المطعم اللي فيه على الشمال. المطعم ده يعني ما اعتقدش في مطاعم كتيرة واماكن كتيرة، ما اعرفش ليه، مع انها تستحمل يعني. نروح نشوف المعدية دي او الكوبري ده، نشوف اذا كان من عنده التأجير او اعرف حتى الاسعار واعرف الكلام ده. وبيقول لي بيطلع من هنا وتلف تدخل على النهر. مكتوب افندينك. ده هل في كافيتيريا تحت او المرسى اسمها افندينا، وحاطين علم مصر النجمة ولا الهلال والثلاث نجوم دي علم مصر القديم، مش يبقى افندينا. بس عاملين ازرق، زمان كان عامل حتى اخضر يعني، عملوه اخضر. ف هي قال لي بتدخل على النهر، ما اعرفش بتدخل على نهر النيل منين بقى، هل بتلف من تحت حاجه من دول. خلينا نشوف. ده الطنج اللي بيقول لي عليها. هل في حد بيأجر؟ مش شايف حد اساسا عند هذه الطنج. هل ده مش وقت الايجار؟ دونت بوت على شكل الدونت، قصده الدونت. مش شايف حتى حد في الكافيتيريا دي. اسمه مطعم افندينا. انا مش شايف حد اساله، بس المنظر حلو جدا، القعده هنا حلوه، بس مش فاهم حتى الكافيتيريا دي مش شغاله ليه يعني، مش حد حتى موجود. هل لها مواعيد فتح وقفل؟ لكن الواحد ممكن يقعد فيها وخلاص يعني. في منظر ظريف هناك برضه، في كوبري تاني بيروح على هناك. القعده هنا عاملين قعده عربي شويه، عشان المفاتيح حاطين صور ام كلثوم ومحمود المليجي ورشدي اباظه واحمد مظهر وعبد الحليم واسماعيل ياسين. في المنظر ده هنا كده. ما اعرفش الباقي ده تبعها ولا لا. ده كده يبقى بنغطي معظم جزيرة المعادي على الأقل في الفيديو ده. أنا مش عارف الووتر بارك دي تبعها ولا حاجة تانية. في حراسة هناك أو أمن هناك، نسألهم برضو إذا كان في فرصة إن هو ممكن الواحد يسأل إذا كان ده فعلا يعني حد بيشتغل، مش حد قاعد بس كده يعني. بس متهيألي بقيتها. متهيألي الناس دول جم من معرفش جم منين بقى، شكلهم بيشتغلوا. هل ده مسرح؟ هل دي حاجة؟ أنا مش عارف. إيه الووتر بارك دي؟ في واحد ماشي، ده شكله عدى عليها يعني، ده يبقى هي بقيتها يعني. خلينا نشوف. كان القعدة دي البانجلو ده شكله حلو قوي.
كان ووتر بارك. انا مش عارف ده ايه بالظبط، في سهم كده وكده. السلام عليكم. ايه القوارب دي في بتتأجر منين؟ عندك فكرة؟ اسالهم. مفيش حد هناك عشان مفيش ولا حد في المنطقة. في اي حد. مفيش أي حد ولا جاي من هناك حتى. هم دول الواقعيين. ماشي. المطعم لسه ما فتحش. هم طبعا المطعم يعني. طب ده ايه هنا؟ ده هنا بارك الحمام، حمام سباحه. ده ده تبع الجزيرة برضه. حمام سباحة. حمام سباحه بتذكره. ماشي، حمام سباحة بس مفيش هنا. ماشي. في حمام سباحه وفي كافيتيريا برضه. ماشي، ألف شكر. هنا يبقى الووتر بارك ده حمام سباحة وكافيتيريا كده كويس. يبقى كده نكمل كده. ما اعرفش بقى، ما اعتقدش عادة بيبقى مسموح التصوير عند حمامات السباحة، بالذات لو في، ما اعرفش في ستات اصلا ولا لا، او حتى لو رجالة يعني بتبقى ممكن صعبة شوية. لكن خلينا عشان في عربية جاية شكله هيصدمنا، ما صدمناش. دي برضو ناخد معلومة. ده فيتنس ايلاند، يعلموا فيها رياضات قتالية. دي برضو اخد المعلومة على الووتر بارك. اسألهم ايه بالظبط نظامها، اذا كان في حد يسمح بالسؤال. ده حمام سباحة هناك. اوكي، انا مش هصور حمام السباحة عشان ما تبقاش فيه احراج لحد ولا ليا، لان كده ده اغلب او كده شفنا تقريبا جزيرة المعادي. ان شاء الله هشوف اذا كنت هقدر اشوف اذا ممكن اجر القارب ده، لو في ان شاء الله هيبقى فيديو تاني ان شاء الله. اوكي، والعربية اهو هي بتستخدم في النقل الداخلي او في نقل الناس كبار السن او ذوي الاحتياجات. دي خدمة حلوة زي ما بقول انها تكون موجودة. المكان حلو يستاهل. هو بس لازم، اللي انا شايفه ان هم بيقعدوا على المسطحات الخضراء، لازم الناس تقعد في الكافيتريات. واللي كنت سمعته ان الكافيتريات اسعارها مش رخيصة. هل في اماكن الناس ممكن تقعد عليها من غير ما تدفع؟ ده اللي انا حقيقي مش عارفه، ما اقدرش اقول ان انا عرفت المعلومة دي. او مش شايف مكان ممكن الناس تقعد يعني مثلا شايف هنا في الكراسي اهي، بس الناس قاعده وشها في الحيط، او كنب الناس قاعده وشها في الحيطه. انا مش هدخل عند حمام السباحه عشان ما تبقاش عمليه محرجه. في هنا هواي بول، دي اعتقد دي بقيتها، وفي حاجه نايل انا ما شفتش يمكن الجزء ده، بس هو من هنا ده كده على النيل. ده امتداد المطعم الايطالي فيما اعتقد. خلينا نرجع كده تاني، نخلي المنظر من الناحيه دي، اشوف اذا كان ممكن ابقى شايف في حد راح عند القوارب ولا لا. ولو قدرت اعمل قارب هصور ان شاء الله القوارب الرحله نفسها في فيديو تاني. يا رب تكون رحله ظريفه يعني، ويكونوا هم موجودين يعني. الوقت ده مكتوب هنا في منطقه الناحيه دي مكتوب منطقه الصيد. هل الناس هنا بتقف تصطاد على الكوبري ده؟ في منطقه الصيد. طبعا دي مستشفى القوات المسلحه، باينه من هنا الزاويه اكتر. منطقة الصيد واضحة اهي. دي برضه اعتقد بتتعمل للافراح، الكراسي الذهبي دي، بانجو ده بيقعد فيه العريس والعروسه.
كوشه بتعمل هناك. كده ارجع تاني ناحيه قريب من منطقه، بس المنظر هنا ظريف كده فعلا. هي حاجه شكلها حلو يعني، اعتقد انها ممتعه، بس لو فيها اماكن يعني تدفع 50 جنيه مش تدفع تاني جوه للقعاد للاكل. اعتقد الاكل ممنوع، لازم الواحد يجيب اكله معاه، ده اللي كنت سمعته وقريته. ما سالتش عشان ما يشكوش ان انا معايا في شنطتي اكل. ما انا معيش اي حاجه اكل ولا حتى ميه في الشنطه، عشان ما حدش يقعد يقول لي سيب ده وما تسيبش ده او ما. فيعني انا مش شايف اماكن للقعاد عاديه غير في الكافيتريات والمطاعم، فدي يمكن مأخذي عليها، والناس كانوا بيقولوا انها الاسعار غاليه. ف الكافيتريا دي للاسف مش عارف ليه قافله، اللي هما فيها الناس اللي بتأجر. حاول استنى شويه واشوف اذا كان ممكن لو دي او حد يجي لي ولا لا، ولو كده يبقى فيديو تاني. ارجو ان تكون كده وريتكم جزيره المعادي. انا حقيقي ما شفتلهاش فيديوهات، انا شفت لها صور. الصور مش معبره قوي، بتبقى عن المنظر العام يعني، ايه ما تديش نفس الاحساس يعني. ف دي بتاعت افندينا، كافيتيريا او مطعم افندينا. راجع كده فيها تاني. اوكي ان شاء الله. بيقول قعدت شكلها عربي الى حد ما. مطعم افندينا اهو مره تانيه. هختم الفيديو كده ان شاء الله عند برضه نفس الاسم بتاع جزيرة المعادي. طبعا اسم المعادي له شعور واحساس خاص بالنسبة لي، بحس بأشعاره وانا بقوله او بسمعه يعني. فاللي من المعادي زيي ومن مواليد المعادي هيقدروا يفهموا المعنى ده. جزيرة المعادي صورة بانورامية اخرانية او لقطة بانورامية. ارجو انها تكون عجبتكم. المدخل اللي انا جيت من عنده اهو، وان شاء الله الفيديوهات تانية. سلام عليكم.